السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وجيلة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المعلكة الاقتصادية اللي كنصوبوها غير بالكاوكاو والكوك، كتجي روعة شكلا ومذاقا، خصوصا الاخوات اللي كتجيهم المعلكة ديال القرقاع كتقام غالية في المقادير ديالها. اليوم جبت لكم معلكة بسيطة ويعني لذيذه بزاف بزاف. اللي كلاها عندكم غادي يسولكم على المقادير، خليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وما تفلتوا حتى دقيقه، لان الفيديو مليء بالاسرار باش تنجح معكم هذه الوصفه. كتجي رائعه. شوفوا التعليكه البنات، شوفوا روعه، كتبقى معكم لمده طويله وهي هكا معلكه. تابعوني. قبل ما تنساونيش من لايك الفيديو وشي تعليق هكا مشجع باش عاوتاني نصور لكم شي وصفه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج في اناء 3 ديال البيضات بحراره الغرفه، كاس ديال سكر سنيده، فاني 1، شويه ديال المليحه تصحيح الذوق، وعندي كذلك 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس. اللي بغات المقادير بالتدقيق غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنايا معلقه صغيره ديال مربى المشميش، الكونفيتور ديال المشماش، غادي نخلطو مزيان. بالنسبه للمربى ضروري في الوصفه باش هكا كتبقى لكم ديك التعليكه في الحلوه لمده طويله. هنايا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرناه في الفران وهرمشتو هكا رقيق كما كتشوفوا. هنايا كندير معلقه ديال الكاكاو خص يكون النوعيه الجيده، وغادي نضيف كيس من خميره الحلويات. غادي ندمج العناصر. هاد الغريبه ما كنحتاجوش فيها الزبده وما كنحتاجوش الدقيق نهائيا. كما كتشوفوا في الاول خلطت المقادير غير بالفوي، ودابا كنخدم يدي وكندخل مزيان داك الكاوكاو في الخليط. وعندي هنايا 250 غرام ديال الكوك الميدم، ما كنديروهش هكا كصاين، كنطحنوه طحنه خفيفه وصافي، يعني غير يطحن غير شي شويه، ما ندعقوهش مزيان. المهم كما كتشوفوا انا كندخل هاد الكميه شويه بشويه. ممكن تاخذ لكم 250 غرام، ممكن واحد ناقص واحد المعلقه ولا تزيدوا واحد المعلقه. المهم في هاد يعني المعيار وصافي 250 غرام. كما كتشوفوا يعني كنعجنها مزيان، ضروري ما انكم تعجنوها كما كتشوفوا معايا. من بعد كنخليها في الاناء ترتاح شي شويه اولا في الطبسيل. شوفوا كما انا خليتها في الاناء، شوفوا كيف كيرجع القوام ديالها. قبيله فاش كنت يعني كنعجنها كانت كتلصق في اليدين بزاف وكانت كتبان لينا سائله. هنايا راها جمعت راسها، كنستناوها غير 10 دقائق كتجمع راسها. في هذا البانيو عندي سكر كلاصي سبيسيال، ضروري يكون سكر كلاصي سبيسيال. وهاد الزليفه درت فيها شويه ديال الماء الزهر باش هكا كندهن به يدي، وكن يعني كنكور الكويرات ديال الغريبه ديالنا اولا المعلكه ديالنا بكل سهوله. بالنسبه للمقياس كنديروا 30 غرام في الحبه، ممكن تزيدوا اولا تنقصوا على حسب الرغبه. بالنسبه للكاكاو ممكن انكم تزيدوا كميه الكاكاو كما ان ممكن تنقصوا. انا كيعجبني نديرها في هذا اللون، كتبان بحال المعلكه ديال القرقاع. بغيتوا تزيدوها يعني في الكاكاو باش تجيك حلا، لكم حريه الاختيار. كما كتشوفوا كنكور واحد الكميه مهمه، من بعد عاد كنولي نلوحها في السكر كما كتشوفوا، وكنغطيها بالسكر هكا يعني تغطى مزيان. في هذا الاثناء كيكون الفران مشعل من قبل ودايره له عافيه تكون. اذا كان الفران ديال الضو راني كندير 180 درجه، العافيه كتكون فوق منها وتحت منها لمده 10 دقائق. غير تبدا تشقق لينا الحلوه من الفوق كنقصوا على الفران من 180 ل 160 درجه باش هكا طيب على خاطرها. المده ديال الطياب ما تفوتوش ليها البنات 10 ديال الدقائق باش كتجيكم هكا طيبه، في نفس الوقت ما كتجيكمش قاصحه، لان الا فوتوا فيها الطياب راه غادي تجيكم قاصحه في العضه وما غاديش تبقى معكم مده طويله، يعني غادي تبقى هكاك قاصحه. هي المعلكه معروفه يعني بالتعليكه ديالتها، خصها تبقى هكاك معلكه، ما نفوتوش فيها الطياب. الا كان عندكم الفران ديال الغاز راكم كديروا الغريبه ديالكم لتحت، العافيه كتكون فوق منها. ان فوا كتبدا كتشقق كنطلعوها للفوق تكمل طيابها. المهم الطياب كيكون 10 ديال الدقائق، العافيه مهيله. هنايا البنات كناخذوا
دوك الحبات كنزيدوا عليهم السكر مزيان، كنفندوهم في السكر وكنضغطوا عليهم بالراحه اليد كما كتشوفوا معايا. شفتوا معايا الطريقه؟ يعني باش داك السكر يقبض فيها وما يتحيدش منها. كاينين الناس اللي كيديروا بياض البيض عاد كيديروها في السكر، انا يعني كيعجبني مظهر حسن، داك الريحه ديال البيض ما كتعجبنيش سبحان الله العظيم. نتوما لكم حريه الاختيار، اللي مولفه كتخدم بشي حاجه تخدم بها عادي. كما كتشوفوا كناخذ وكنضغط. هنايا من بعد ما درتها بعدوها على بعضياتها لانها كتنفخ. كناخذ الاصبع ديالي كنبقى نضغط عليها كما كتشوفوا هكا بالابهام، غير شي شويه، ما كنضغطوش حتى لتحت، غير باش تجينا داك الديكور ديالها زوين كما كتشوفوا معايا. هنايا كندوز عليها كامله، من بعد كندخلها للفران كما قلت لكم. الطريقه ديال الطياب راني شرحتها لكم. هذه هي المعلكه ديالنا، شوفوا كيفاش خرجت من الفران، لون رائع جدا. في هذه الاثناء ما نحركوهاش نهائيا، ما نقيسوهاش، يعني نصبروا عليها حتى كتبرد وكتشد راسها. عاد يعني كنحيدوها. ممكن انكم ديروها في الكويغطات كما كنديرها انا، وممكن انكم تخليوها هكا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها كنديروها في واحد البواطه. كنديروا الطبقه الاولى ديال الحلوه، من بعد كنديروا عليها الالومنيوم اولا البابي كويسون، نعاودوا نحطوا الطبقه الثانيه، وهكا كتبقى الثالثه الرابعه حتى تعمر لينا البواطه. ما بين طبقه وطبقه كنديروا البابي كويسون اولا كنديروا الالومنيوم كما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه ديال التقديم ديالي. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه لثمن البيع ديال هذه الحلوه فهو 100 درهم، ودائما الثمن كيبقى على حسب المنطقه وعلى حسب المواد، يعني المقادير شحال باش خديتيهم. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وكذلك لايك الفيديو الا ما كنتيش درتيه في الاول ديريه دابا، وشي تعليق زوين منكم. مع السلامه. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم حبيباتي، وكنتمنى منكم التشجيع. وإلا بغيتوا شي وصفه خليوها ليا في التعاليق باش هكا نشاركها معكم. كما كتشوفوا غادي نعاود نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رائعه بزاف. كنصحكم انكم تجربوها. راني درت معكم نصف الكميه ديال يعني المقادير باش هكا نشجعكم انكم يعني تجربوها. يعني رابعه ديال الكوكو ورابعه ديال الكاوكاو، يعني راه كميه صغيره، ولكن واخا هكا كتعطينا واحد الكميه لا باس بها الى جربتوها ان شاء الله. شكرا لكم على متابعه الفيديو الى النهايه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفه جديده باذن الله. مع السلامه.